بحر العناية عينا وقيل ختنه جده بعد 70 ليالي سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عجل اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وظهر عياد ولادته خوالق وغرائب وإبهية إلى أصل نبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى فزيدت السماء حفظه ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيمها في حال مرخاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية وأسفلها واسم نورها ويان الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرأى من بقاع مكة داره ومغناه وانصنع الإيمان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه شهوان سمته وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لأول ما أصابه وعراه وقبلت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه وغاضت بحيرة الساوات وكانت بينها ماذان وقمها من البلاد عجمية وجفت الكف واكب موجها الثجاج ينابعها تلك المياه وفضى وادي السماء وتغير مفازته فلالة وبهية لم يكن بها قبل ماء يقع للظمآن لله وكان مولدته صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد شجرته ولا يختلى كلها واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يومئذ 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه